الخوف هو شعور موجود في حياتنا كلنا باختلاف مراتبه، وانا في حلقة النهارده اقول لكم ما هو الخوف وانواع الخوف وتأثيره علينا، واهم حاجة ازاي نقدر نتخلص منه. ما هو الخوف؟ هو الشعور الناجم عن الخطر او التهديد المتصور، ويحدث في انواع معينة من الكائنات الحية. اسباب الخوف: ليه بنخاف؟ السبب الناس من خوف محددة نتيجة التعلم، وقد تمت دراسة هذا الأمر في علم النفس فيما يعرف بتكيف الخوف أو الخوف الاشتراطي. يتأثر الخوف بالسياق الثقافي والتاريخي. على سبيل المثال في أوائل القرن العشرين خاف العديد من الأمريكيين من مرض شلل الأطفال، وهناك اختلافات بين الثقافات حول كيفية استجابة الناس للخوف. ممكن يكون سبب خوف مكتسب، طفل مثلا مع ضيوف في البيت فمامته قالت له اسكت ما تتكلمش مع الكبار، هنا اتولد عند الطفل خوف من الكبار سواء كبار سنا أو حجما، وهكذا. انواع الخوف: في 3 مراتب من الخوف. الخوف البسيط بما يعرف الخوف البيولوجي، ده متوارث اتولدنا بيهم، قد يكون تشكل عبر السلالة البشرية طويلة. 1. انك تقع من الاماكن العالية. 2. الخوف من الصوت العالي. على سبيل المثال لو سبت طفل صغير هيعيط خايف يقع، ولو زعقت له بصوت عالي يصرخ. مثال مشهور يتم تداوله بكثرة في مجال العلوم النفسية متعلق بخوف الانسان من العقرب او العنكبوت. بمجرد رؤية الانسان للعقرب يقبل ويتخذ وضعية الاستعداد لكي يدافع عن نفسه، في حين انه لم يستطع حتى هذه اللحظة في تكوين موروثه فيما يتعلق بالسيارة. على الرغم من ان السيارة أداة قتل اشنع وافظع من العقرب، قد تتحول الى أداة قتل جماعي، في حين ان لدغة العقرب غالبا لا تقتل، وإن حدث ولدغ العقرب فإنها تلدغ شخصا لا مجموعة دفعة واحدة كما هو الحال مع السيارة. الخوف الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي، ده خوف مكتسب، هو خوف يتم اكتسابه بالتقادم، يبدأ مع علمه لتشكل شيئا فشيئا، مع أول خوف يتعرض له الإنسان بعد ولادته. أهمهم الخوف من التحدث، الخوف من الجمهور، الخوف من الاعتراض، الخوف من الاستهزاء، الخوف من الفشل. على سبيل المثال بتتكلم أمام طلبة فالطلبة بدأت تضحك، هنا اتولد عندنا خوف اجتماعي، بدأت تخاف. حاولت مثلا تعمل مشروع أو فكرة وفشلت، هنا اتولد عندنا خوف من الفشل. نفس النظام مثلا رسبت مثلا في امتحان وجبت درجات مش كويسة أو أقل من زمايلك، هنا بدأت تخاف من الفشل. دي أصناف خوف تانية وزي ما اتعلمناها نقدر نتخلص منها، وده اللي هنعرفه في بقية الحلقة. استطلاع أجرته مؤسسة غالوب عام 2005 في الولايات المتحدة ضبط عينة من المراهقين التي تتراوح أعمارهم بين 17 و 13 سنة أن يدونوا أكتر ما يخشون منه. هنا السؤال مفتوح للنهاية ليتمكن المشتركين من أن يقولوا ما يريدون. كانت أعلى المخاوف بالترتيب: 1. الهجمات الإرهابية. 2. العناكة. 3. الموت. 4. الفشل. 5. الحرب الجنائية أو عنف العصابات. الوحدة. المستقبل. الحرب النووية. تقدير الأكثر ما يخشاه الناس. حل المؤلف بيل تنصر الاستعلامات الأكثر شيوعا على الإنترنت التي تتضمن عبارة الخوف من، بعد افتراض أن الناس يميلون للحصول على حول القضايا التي تهمهم من غيرهم. كانت قائمة من أكثر المخاوف التي نشرت في عام 2008: طيران، المرتفعات، المهاجرين، العلاقات الحميمة، والموت، الرفض، الناس، الثعابين، والفشل، والقيادة. الخوف المركب والخوف المصيري هو خوف منتظر، وده أخطرهم، هو خوف متلد من فكرة المآلات البعدية ولا سيما مرحلة ما بعد الموت. لكن بعيدا عن أيات وأديان، قاسمة مخاوف مصيرية يشعر المرء أنها تتجاوز بنياته البيولوجية والاجتماعية، زي لازمه خوف دائم على المستقبل. الخوف من المجهول أو الخوف الغير مبرر. السلبي: القلق الذي ينشأ التوتر. كثير من الناس يخافون من المجهول، ممكن أن يتفرع الخوف الغير عقلاني إلى العديد من المجالات، مثل الخوف من الآخرة، الخوف من السنوات المقبلة، وحتى الخوف من يوم الغد. هذه الحالات يستخدمها المتخصصين دليل مزيف يظهر لو كما كان حقيقي. التعريف: كون الشخص خائفا على يستبق ويفاقم ما قد ينتظره بدلا من التخطيط والتقيم. خوف من النهاية ووجودها، وبعبارة أخرى الخوف من الموت. تؤدي الخوف من الموت إلى وجود عديد من الطقوس في حياة أجدادنا، صممت هذه الطقوس للحد من الخوف. سيروا علينا، سير الخوف علينا كتير، الخوف يعطلنا عن حاجات كتير. مثلا الخوف من الفشل ممكن يخليك ما تبدأش مشروعك، ممكن يخليك تقدر تحقق النجاح. عكس ان يكون الخوف من الفشل يمنعك من الوقوع في الفشل مرة أخرى. الخوف من المجهول كون الشخص خائفا يجعله يستبق يفاقم ما قد لا ينتظره، من التخطيط والتقيم. دي أصناف خوف تانية زي ما اتعلمناها نقدر نتخلص منها. كيفية التخلص منها: العبادة، الصلاة وقراءة القرآن، التعامل مع الخوف بأنه مؤثر غير حقيقي، زول بزوال الأمر المثير للخوف، أخذ قسط من الراحة، السفر، ممارسة الرياضة، علاج المواقف التي تقوم على المعتقدات الخاطئة، التعرض المكثف للخوف أو العلاج بطريقة الغمر. للي ما يعرفش الغمر أو الإغراق واللي يعرف بالفلودينج شكل من أشكال العلاج السلوكي، استند على مبادئ الإشراط الكلاسيكي، يشار إليه أحيانا بالعلاج بالتعرض أو العلاج بالتعرض المطول، تقنية مستخدمة في العلاج النفسي. إن الغمر يستخدم في علاج الرهاب والقلق،
في ذلك الاضطرابات ما بعد الصدمة، ذكرياته المؤلمة، ذلك بهدف إعادة إدماج مشاعره المكبوتة مع وعيه الحالي. وقد تم اختراعه من قبل الطبيب النفسي ستانلي في عام 1967، موجهة بالتخيل، حاجة معانا خالص الغمر بالواقع. بس كده، اتمنى اكون قدرت اوصل لكم الفكرة بالشكل المناسب. ما تنسوش تشتركوا في القناة.